بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بمشاهدينا الكرام ومتابعينا في كل مكان عبر الصفحة الشخصية للمعلق الرياضي عصام المعلاوي وقناتي على اليوتيوب قناة العالمي. ما تنسوش الاشتراك في القناة والمتابعة على الفيسبوك. طبعا انا مش طالب من السادة اللي بيشاهدوني واللي بيتابعوني في كل مكان واللي بيشاهدوا الفيديو دوت ان هم يعملوا لي اشتراك في القناة على اليوتيوب قناة العالمي. طبعا الرابط او اللينك هيبقى في اول تعليق من الفيديو. احنا كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن مباراة قطر والاكوادور اللي انتهت بفوز الاكوادور على قطر بهدفين مقابل لا شيء. احرز الهدفين اللاعب صاحب القميص رقم 13 قائد الفريق فالنسيا، لاعب فريق وكابتن فريق منتخب الاكوادور على منتخب قطر صاحب الارض والجمهور بهدفين مقابل لا شيء. كان المباراة اتلعبت يوم الاحد، وكانت مباراة هي المباراة الافتتاحية في اليوم دوت، وكانت هي المباراة المقامة الساعة 6 مساء في اليوم دوت، وانتهت بفوز الإكوادور على منتخب قطر بهدفين مقابل الشيء. بالأمس أقيمت 3 مباريات كانت من ضمن المجموعة الأولى، بقية المجموعة الأولى اللي كانت بتضم هولندا والسنغال، واللي انتهت بفوز هولندا على فريق السنغال بهدفين مقابل لا شيء. طبعا في منتخب السنغال في ظل غياب ساديو ماني اللاعب المحترف في صفوف بايرن ميونخ والغائب عن البطولة للإصابة. وطبعا ان منتخب السنغال لعب مباراة جميلة جدا طول المباراة، اداء ممتاز واداء جيد، بس كان ينقصه اللاعب اللي هو الهداف او المهاجم اللي يخلص. وطبعا ساديو ماني مؤثر جامد مع منتخب السنغال، وانتهت بفوز منتخب هولندا اللي كان ضيع بعض الفرص في اللقاء، بس كان الاخطر في المباراه وكان اللي مستحوذ على الكوره وكان اداء مميز كان منتخب السنغال وبقياده المدرب اليو سيسي المدرب منتخب السنغال. وانتهت بفوز منتخب هولندا على فريق السنغال منتخب السنغال بهدفين مقابل لا شيء. طبعا الهدف الاول كان في الدقيقة 84، والهدف الثاني كان في الوقت بدل الضايع، وانتهت المباراة بفوز منتخب هولندا على منتخب السنغال بهدفين مقابل لا شيء. كده لما نيجي نتكلم على المجموعة الأولى، الترتيب في المجموعة الأولى بيشمل هولندا في المرتبة الأولى ب3 نقاط، والإكوادور ب3 نقاط، وفي المركز الثالث فريق السنغال، وفي المركز الرابع منتخب قطر. يعني كده اللي متصدر المجموعة الأولى عنده 3 نقاط منتخب هولندا ومنتخب الإكوادور، وكده منتخب السنغال ما عندوش نقاط ولا فريق منتخب قطر عنده نقاط. اكتملت بالأمس المجموعة الثانية، وهي كانت بتضم أول مباراة كان في 3 عصرا بتوقيت القاهرة، كان بين منتخب إيران ومنتخب إنجلترا، اللي منتخب إنجلترا فاز بنتيجة كبيرة جدا جدا على منتخب إيران بنتيجة 6 أهداف مقابل هدفين. وطبعا كانت مباراة مليئة بالأهداف، 8 أهداف في اللقاء، ومنتخب إنجلترا داخل بقوة البطولة ومعاه بعض النجوم اللي بتشمل جريليتش لاعب مانشستر سيتي ولاعب لعيبة كبيرة جدا زي هاري كين وزي راشفورد ولاعيبه كبيره جدا بتضم منتخب انجلترا، وفازوا بنتيجه 6-2. طبعا منتخب ايران اللي بيدربه كارلوس كروش المدير الفني البرتغالي السابق لمنتخب مصر. وطبعا المباراه اللي بتقام في السادسه المباراه طبعا دي كانت مباراه انجلترا ومباراه انجلترا وايران اللي انتهت بفوز منتخب انجلترا على منتخب ايران ب6 اهداف مقابل هدفين. المباراه الثانيه اللي هي كانت بين منتخب هولندا ومنتخب السنغال اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هي مباراه كانت من ضمن المجموعه الاولى في بقيه المجموعه الاولى، انتهت بفوز منتخب هولندا على منتخب السنغال بهدفين مقابل لا شيء. المباراة الثالثة اللي هي كانت في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، كانت بين منتخب أمريكا ومنتخب ويلز، اللي كان مباراة جميلة جدا، وكانت في مباراة في غاية الروعة وأداء مميز وهجمة هنا وهجمة هناك، وكانت مباراة جميلة جدا. استطاع فريق منتخب أمريكا أن يحرز هدف في الدقائق الأولى من أحداث اللقاء، لكن منتخب ويلز في الدقيقة 84 كان له بصمة وكان له ركلة جزاء عن طريق قائد الفريق وكابتن الفريق جاريث بيل اللاعب المحترف اللي كان في صفوف ريال مدريد السابق، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 لكل فريق. وكده يبقى في المركز الأول في المجموعة الثانية منتخب إنجلترا ب3 نقاط، وفي
المركز الثاني فريق ويلز بنقطة، ومنتخب أمريكا بنقطة، وفي المركز الثالث منتخب إيران. طبعا كلنا شهدنا المباراة النهاردة اللي كانت بتقام في الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، كانت بين منتخب السعودية ومنتخب الأرجنتين، اللي طبعا واحدة من أمتع المباريات، واحدة من أغرب المباريات في بطولة كأس العالم 2022، اللي تقدم فريق الأرجنتين في الدقيقة 10 بقيادة كابتن الفريق ليو ميسي قائد منتخب الأرجنتين من ركلة جزاء، واستطاع فريق السعودية ان هو يتعادل في بداية الشوط الثاني ويحرز الهدف الثاني في الدقيقة 52 عن طريق سالم الدوسري، وتنتهي المباراة بفوز مهم وكبير جدا جدا، وفوز تاريخي لمنتخب السعودية الشقيق على منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد. واستطاع ان منتخب السعودية يحصد الثلاث نقاط في اول مباراة له امام فريق قوي وفريق ند قوي، منتخب قوي، وكان مرشح ان هو بقوة ان كل النقاد وكل الصحف ان اتكلمت على منتخب الارجنتين ان هو مرشح بقوة لكاس العالم قطر 2022. وطبعا مليون مبروك لشعب السعودية الشقيق على الفوز النهاردة على منتخب الارجنتين القوي. وطبعا عايز اشكر حارس المرمى محمد العويس حارس مرمى منتخب السعوديه اللي نال جائزه المباراه مان اوف ذا ماتش النهارده، عمل مباراه تاريخيه النهارده وتصدى لاكثر من هجمه خطيره لمنتخب الارجنتين. وطبعا احنا كلنا شاهدنا ما فيش اي لعيب حارس مرمى عربي خد جائزه احسن لاعب قبل كده الا محمد الشناوي في 2018 في روسيا، كان امام الاوروجواي وخد مان اوف ذا ماتش راجل المباراه. النهارده محمد العويس حارس مرمى منتخب السعودية استطاع النهاردة ان هو ياخد راجل المباراة النهاردة في مباراة تاريخية لمنتخب السعودية النهاردة. طبعا امنياتنا التوفيق للفرق العربية المغرب وتونس اللي مشاركين في بطولة كأس العالم قطر 2022، وشفنا الاجواء وشفنا التنظيم وشفنا الاحداث التاريخية اللي رسالة للعالم كله ان في دولة قطر زي قطر دولة اسلامية بتنظم كأس العالم على اعلى مستوى واحسن تنظيم، وبنشيد طبعا بالتنظيم المميز لقطر 2022. وتمنى التوفيق لكل الفرق العربية اللي مشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022. طبعا ما تنسوش بس بعد نهاية الحلقة كل يوم هنتكلم على المجموعات ونتكلم على الفرق اللي فازت وترتيب المجموعات، وكده اتكلمنا على المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. طبعا المجموعة الأولى بتشمل الإكوادور وبتشمل هولندا والسنغال وقطر، المجموعة الثانية بتشمل إنجلترا وبتشمل ويلز ومنتخب أمريكا وإيران. النهاردة في بقى 4 مباريات النهاردة هنتكلم برضو إن شاء الله في الحلقة القادمة في الفيديو. طبعا أنا عايز بس أكلم السادة المشاهدين اللي بيتابعوني في كل مكان، ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناة على اليوتيوب قناة العالمي، هتخش على أول تعليق في اللينك هتدوس على الرابط وهيدخلك على طول على القناة، هتدوس اشتراك على قناة العالمي، يعني مش هتبحث في اليوتيوب ولا حاجة، اللينك هيبقى في اول تعليق هتخش عليه وتدوس عليه هيدخلك على القناه على طول قناه العالمي، هتدوس اشتراك وتفعل زر الجرس. بتمنى ان يكون الفيديو عجب كل اللي بيشاهدونا وكل اللي بيتابعونا في كل مكان، وده كان فيديو على اول مجموعتين في كاس العالم قطر 2022. بتمنى ان يكون الفيديو عجب اللي بيشاهدونا الان على الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.